السلام عليكم، معاكم يوسف واهلا بيكم في فيديو جديد من ماينكرافت. النهارده يا شباب انا عملت حاجات كتير جدا وعايز اوريها لكم ان شاء الله. بس قبل ما نبدا الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك ويلا بينا نبدا. طبعا زي ما انتم عارفين كان عندنا بيت قديم كده كنا بادئين فيه يعني، وعملناه سلسله من تقريبا 7 8 حلقات، وكنا عملنا مزرعه يعني ومزرعه حيوانات، وكنا عملنا كذا حاجه. فدلوقتي انا طورت الحاجات دي كلها لاني بقالي فتره كبيره بلعب يعني، ودلوقتي عايز اوريكم البيت بقى شكله عامل ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين هناك اهو، وهو ده البيت يا شباب بعد الشكل الجديد. زي ما انتم شايفين خليته عامل كده، والمزرعه كمان كبرتها كتير جدا يعني، زي ما انتم شايفين خليتها كده كبيره جدا اكبر بكتير من اللي كانت موجوده. وعملت كمان شويه حاجات جوه عايز اوريها لكم برده يعني. خلينا كده لو دخلنا البيت من هنا، الاوضه اللي على اليمين دي بننام فيها بس كده يا شباب، والاوضه التانيه دي بتاعه الشغل يعني، ممكن مثلا ان احنا نشوي حاجه او نعمل حاجه في الكرافتنج تيبل او نخزن حاجه في الصناديق زي ما انتم شايفين. وكمان عندنا سلم هنا في البيت بيطلعنا على فوق، وممكن فوق هنا نبقى نعمل حاجات كتير جدا يعني. وزي ما انتم شايفين في بوابه نزر موجوده هنا، ومحتاجه بس ان احنا نكملها. فالمفروض ان احنا في الحلقه دي ان شاء الله هنكمل البوابه ونفتحها ونحاول ان احنا ندخل النزر ان شاء الله. ده البيت من فوق برضو، انا عملت برضو الشكل ده كده عشان يكون يعني شكله كويس. طبعا دي بوابه النزر اللي موجوده ورا البيت ومعموله من الاوبسيديان اهي، بس احنا المفروض ان احنا نكملها يعني. الاوبسيديان ده اصلا مش بيتكسر غير بالبيكاكس الدايموند، واحنا معانا يعني لو تفتكروا كنا عملنا بيكاكس دايموند لان احنا كنا لقينا دايموند في كذا حلقه فاتت. فدلوقتي خلينا نجيب البيكاكس الدايموند نشوف احنا كده حاطينه فين اهو، زي ما انتم شايفين موجود هنا. وناخده بدل البيكاكس الايرون اللي معانا، وناخد كمان السيف مثلا لو احتاجناه. ودلوقتي خلينا نروح على البوابه ونشوف هنعمل ايه ونكملها ازاي. فين خلينا نكسر الاوبسيديان كده عشان نحطه يعني في مكانه الصح ونكمل البوابه. ودلوقتي هكسر كمان الجزء دوت عشان هو مش ضروري اصلا للبوابه يعني، ممكن ان احنا نكملها من غير ما الجزء ده يكون موجود هنا. دلوقتي زي ما انتم شايفين ده كده بقى شكل البوابه، وخلينا دلوقتي ناخد الاثنين اوبسيديان اللي معانا ونكمل بيهم البوابه في المكان اللي ناقص هنا يعني. ادي واحده وادي التانية. المفروض ان كده البوابه يا شباب تكون كامله، وبس محتاجين الولاعه عشان نشغل البوابه يعني ونفتحها. فدلوقتي هروح اجيب الولاعه من البيت واجي تاني. ودلوقتي جه اللحظه اللي احنا المفروض ان احنا نشغل بوابه النزر. فزي ما انتم شايفين كده عملنا يعني شراره زي ما انتم شايفين، واشتغلت على طول البوابه وبتودينا على النزر، وممكن نرجع تاني يعني للبيت طبعا يعني. بس زي ما انتم شايفين طبعا احنا مش جاهزين ندخل النزر عشان الدرع اللي معانا برضو يعني متضرر جامد، مفيش معانا برضو موارد ولا اكل ولا اي حاجه. فالمفروض ان احنا الحلقه دي نروح نجمع الحاجات اللي احنا محتاجينها للنزر، وان شاء الله ندخل النزر بعدها. خليني بس اسيب الحاجات الدايموند دي في البيت يعني عشان هي نادره، ولو وقعت مننا يعني هتبقى مشكله لو متنا مثلا بعيد عن البيت ولا حاجه. وخلينا نستعمل الحاجات اللي هي مصنوعه من الايرون عادي. دلوقتي اخدت الاكل والاسلحه، وخلينا دلوقتي نروح على الكهف ونجمع شويه حاجات كده عشان ننزل بيها يعني في بوابه النزر. دلوقتي انا دخلت كهف كده ولقيت فيه شويه يعني فحم كده، فممكن اجمعهم برضو يفيدونا. دلوقتي جمعت كل الفحم اللي موجود في الكهف هنا، وهنزل دلوقتي اشوف لو في حاجات تاني ممكن نجمعها يعني. واهم حاجه محتاجين نجمعها هتكون الايرون طبعا يعني مش الفحم. ودلوقتي لقيت ايرون، وطبعا لازم اخده دلوقتي عشان ابتدي اجمع يعني ايرون وكده. ولقيت ايرون تاني وخليني برضه اجمع. انا عايز اجمع اكبر عدد من الايرون عشان اصلح الدروع بتاعتي، وكمان يعني اعمل حاجات ادوات جديده. ودلوقتي يا شباب برضه لقيت ايرون يعني، وعمال اجمعه زي ما انتم شايفين. جمعت كتير جدا اصلا. عملت لي يا شباب برضه فرن وكرافتنج تيبل عشان احط الايرون في الفرن واخليه جاهز للاستخدام عشان اقدر اعمل بيه حاجات يعني. يا شباب والله الكهف ده فيه كل حاجه، حتى ان انا لقيت دايموند دلوقتي زي ما انتم شايفين، ولقيت كمان ايرون موجود هنا كمان. طبعا ده غير الايرون اللي انا حاطه في الفرن عشان يبقى جاهز. والله يا شباب لقيت دايموند وايرون كتير جدا، حتى ان انا عملت دروع كمان ليا، ولسه بجمع تاني. يا شباب والله الكهف مليان موارد، ده انا حتى عمال اجمع يعني ايرون غير اللي حطيته في الفرن هناك كتير جدا. وكمان جمعت دايموند. بقالي ساعه كمان عمال اتحارب مع الوحوش، فزي ما انتم شايفين اكلت وظبطت حالي دلوقتي، وعملت كمان الدروع بتاعتي هوريها لكم دلوقتي حالا. عملت يا شباب دروع زي ما انتم شايفين، وعملت كمان ليجنجز من الدايموند من كتر الدايموند اللي انا لقيته، ولسه معايا 6 كمان. بس طبعا مش هلبسهم دلوقتي، هلبسهم ان شاء الله واحنا داخلين بوابه النزل. والله يا شباب يعني مش لملاحق من الوحوش يعني، زي ما انتم شايفين. ومش فاكر اصلا السيف حطيته فين. دلوقتي قتلته، والمفروض ان الايرون اللي انا حاطه دلوقتي خلص يعني. معايا 15 واحده جمعتهم، والايرون اللي انا حاطه 18 واحده. فدلوقتي خلينا ناخدهم كده، ومعايا 2 كمان هنا يبقى 20 ومعايا 15 كمان لسه ما عملتهمش. ممكن اعملهم دلوقتي كده حالا. وخليني برضو ادور تاني على اي حاجه موارد في الكهف ده. وزي ما انتم شايفين في دايموند هناك وايرون، ولكن يعني بعيد شويه مش عارف اوصل له ازاي. دلوقتي الشباب الاكل ناقص والله معايا، ومش معايا اكل تاني تقريبا. وكمان الوحوش كلها عماله تجري ورايا زي ما انتم شايفين، وحتى السيف كمان قرب يتكسر. فدلوقتي خليني بس اخد الايرون دوت، واحاول ان انا اخرج من الكهف دوت باي طريقه بسرعه قبل ما الحاجات بتاعتي تروح يعني. كده اخدت ال 15 ايرون على ال 20 يبقى 35، وكمان عملت الدروع بتاعتي ولسه معايا 35. فدلوقتي بقى احاول انفد بجلدي واخرج بسرعه قبل ما الوحوش تيجي. 2 hours later. ودلوقتي يا شباب رجعت البيت زي ما انتم شايفين، واكلت 100 100. وزي ما انتم شايفين المزرعه كلها تقريبا بقت كامله، ومطلعه كل القمح اللي فيها. خليني برضو احط سماد كده اللي لسه ما طلعش يعني، احط له كده سماد اخليه يطلع بسرعه.
وكده تقريبا كله طلع. انا لسه مش معايا اسمنت تاني، فممكن نحصد بقى اللي طلع ده كله. زي ما انتم شايفين كده هناخد كل القمح اللي موجود. طبعا المزرعه دي لما كبرتها بقت بتفيدني كتير جدا، وبتخلي معايا قمح كتير جدا برضو يعني. ودلوقتي اخدت كل القمح اللي موجود، وبعد ما بنخلص لازم طبعا نزرع المزرعه من تاني. فدلوقتي هنزرع المزرعه قدامكم زي ما انتم شايفين. لازم نزرعها كده بسرعه عشان يعني القمح يطلع بسرعه برضو. ودلوقتي زرعت المزرعه كلها تقريبا زي ما انتم شايفين، وكده خلاص بقى ممكن يعني نروح البيت. في واحده هنا باظت ممكن نعملها بالهو ونزرعها برضو، وبعدين نقفل بوابه المزرعه ونطلع ونروح البيت. ممكن كمان قبل ما نروح البيت ناكل الحيوانات اللي عندنا، عشان احنا جمعنا قمح كتير جدا يعني، فممكن ناكلهم دلوقتي زي ما انتم شايفين. ممكن ناكلهم كده دلوقتي. بعد ما اكلتهم برضو يا شباب، في حاجه المفروض ان انا اعملها. يعني معايا مقص تقريبا، فممكن اخد المقص دوت واخد يعني ادخل عند الخرفان واقص الصوف بتاعهم بحيث ان انا استفيد منه. يعني ادخل كده عندهم زي ما انتم شايفين، وابدا ان انا اقص الصوف بتاعهم بحيث ان انا اخده واستفيد منه براحتي. دلوقتي بعد ما جمعت الصوف، انا ممكن الصوف ده اتاجر بيه مع القرويين. يعني لو لقيت قريه ان شاء الله، انا ناوي ان انا ادور على قريه في القناه، بس ان شاء الله يعني في الفيديوهات اللي جايه. ودلوقتي هلبس الدروع بتاعتي الجديده، يعني احط الليجنز كده الدايموند اللي انا عملتها، وكمان البوتس، وكمان عملت خوذه زي ما انتم شايفين هنا. وبس ده الشكل النهائي كده. كل الحاجات بتاعتي مليانه على الاخر. وادخل كمان بالايرون اللي انا جمعته اعمل السيوف والدروع والحاجات التانية. دلوقتي في شيلد هنا ممكن اعمله برضو، ان انا امسكه في ايدي كده الناحيه التانية. يعني ممكن اخد الشيلد ده. خليني بس افضي الانفنتوري بتاعتي في الصندوق كده وارجع لكم تاني، عشان مش عارف احط اي حاجه. دلوقتي يا شباب فضيت كل حاجتي. ودلوقتي خلينا مثلا اعمل سيف جديد من الايرون طبعا، واعمل لي كمان اكس عشان اللي معايا اصلا ستون وقرب يتكسر. هو انا شباب معايا في الصندوق هنا 6 جمعتهم من الكهف، وكان معايا من الحلقات اللي فاتت كان معايا تقريبا 4 او حاجه زي كده. فدلوقتي خليني اخد ال6 دول ومع ال4 التانيين، وممكن اطور الدرع بتاعي واخليه دايموند برضو. يعني زي ما انتم شايفين عملت لي تشيست بليت دايموند، وممكن احطها بدل ده. فكده بقى معايا تشيست بليت وليجنجز دايموند، والهلمت بس والبوتس هما اللي ايرون. واعتقد كده يا شباب ان احنا جاهزين خلاص ان احنا ندخل البوابه بتاعه النذر. فده بقى شكل النهائي. يعني زي ما انتم شايفين كده بقى ده الشكل بتاعي وانا لابس الدروع، وجمعت الموارد اللي انا محتاجها، وجمعت كل حاجه، وعملت الاسلحه بتاعتي. فان شاء الله في الحلقه الجايه على طول هندخل بوابه النذر، ونشوف هنعمل فيها ايه، ونقدر ازاي نخلص اللعبه. لو عجبك الفيديو انزل تحت اكتب لي في الكومنتات عشان اكمل السلسله، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واول ما انزل فيديو تشوفه على طول. كان معاكم يوسف، ومع السلامه.